يلا بينا نبدأ على طول. فيلمنا بيبدأ بكنارة وهي ماشية في مكان مجهول ومهجور، وبتتفاجئ وتتخض لما بتشوف ست بترقص، وكنارة بتسألها انتي مين وبتعملي ايه؟ الست مش بترد عليها وكانت عمالة ترقص بشكل غريب ومخيف، ولما كنارة بتقرب منها الست بتلوي رقبتها بطريقة مرعبة جدا، وهي بتجري فجأة بيهجم عليها شخص مرعب برضه. بعدين كنارة بتصحى وبنعرف انه كابوس. بتخرج من غرفتها وبتملأ زجاجة مية، وفجأة بتسمع صوت الباب بيفتح ببطء، ولما بتلف مش بتشوف حد وبتكمل ملي الإزازة. وبعدين صديقتها يو بتفاجئها بكعكة عيد ميلادها وبتتمنى لها سنة سعيدة. بعدين يو صديقتها بتقول لها مع إن صديقك خانق مع صديقتك المفضلة، بس على طول بشوفه عادي جدا ومش حاسس بالخجل. وبتقول لها إن المنزل الداخلي هادي جدا السنة دي لأنها كانت ماشية في الممر ولقت أضواء الغرف كلها مقفولة. وبنعرف إنهم قاعدين حاليا في منزل كبير للطالبات لأنهم بيدرسوا في جامعة بعيد عن منازلهم وخارج قريتهم. يو بتقول لها إنها عايزة ترجع لمنزلها بدل المكان ده، وبتطلب منها تيجي معاها زيارة لقريتها. ولما بتقول لها اسم قريتها كنارة بتقول لها إنها سمعت اسم القرية دي قبل كده، ويو بتقول لها في الماضي القرية دي كانت مليانة راقصات وكانوا بيمشوا منها ويجوا للمدينة، بس دلوقتي وجودهم بقى نادر. بعدين كنارة بتقول لها إنها داخلة تنام، ولما كنارة بتدخل غرفتها بتجيلها رسالة من صديقها اللي خانها، بس هي بتتجاهله ومش بترد عليه. بعدين بتبحث عن القرية اللي يو قالت لها عليها، وبنعرف إن القرية في الماضي كان فيها راقصين كتير موهوبين. بعدين بتلاقي مقال بيتكلم عن اختفاء راقصة شابة اسمها مايانج واختفت من 10 سنين. وتاني يوم وهي في متجر التحف بتشوف شال وبتمسكه، وبتيجي صاحبة المتجر وبتكون ست عجوزة وبتقول لها إن الشال ده ليكي ولايق عليكي، وإن الشال بيختار اللي هتلبسه وهو اختارك انتي، وبمجرد ما تلبسيه هيكون مرتبط بيكي للأبد. بعدين بتلفلها شعرها كحكة وبتربطه بتوكة. ولما كنار بتطلع من المتجر بنشوف في المراية ست غامضة. بعدين كنار بتقول ليو صديقتها إن في ست عجوزة ادت لها الشال ده، وبتحكي لها على اللي قالته لها وبتوريها التوكة. ويو بتقول لها إن التوكة والشال شكلهم مخيفين جدا، وبتحذرها وبتقول لها بلاش تاخدي أي حاجة من أي حد ما تعرفوش. ولما يو كنار بيمشوا بنلاحظ إن متجر التحف فاضي وما فيهوش بضاعة أصلا، وكمان معروض للبيع أو الإيجار. بعدين كنارة بتقرر تروح مع يو لقريتها، وقبل ما تمشي بتحط الشال وتوكة الشعر في دولابها. بعدين بيوصلوا للقرية بالليل والجو كان ممطر مطر غزير، وكنارة بتقترح عليها يدخلوا أي مكان لغاية ما المطر يخلص. ويو بتقول لها إنهم قربوا يوصلوا وهم كده كده اتغرقوا، فيلا بينا نروح على طول. وفجأة كنارة بتسمع صوت موسيقى، ولما كانت رايحة لمصدر الصوت يو بتشدها وبتقول لها يلا نمشي من هنا بسرعة. ويظهر كده إن في حاجة مرعبة في القرية دي ويو عارفاها. بعدين بيوصلوا بالفعل لمنزل يو، وبتعرف كنارة على أمها اللي رحبت بيها جدا لأن هما ناس بتفهم في الأصول، والمثل بيقول قابليني ولا تغديني، بس أم يو قابلتها وغدتها. بعدين بيرتومو أبو يو بيجي وبيرحب بكنارة، بس من تعبيرات وشه شكله اتضايق لما شاف كنارة. وبعدين احنا كنا لسه بنقول قابليني ولا تغديني. المهم لما كنارة بتدخل مع يو لغرفتها يو بتعتذر لها عن سلوك وطريقة تعامل أبوها معاها، وكنارة بتقول لها المفروض كنت تقولي لأهلك إنك هتجيبي صديقتك معاكي. ويو بتقول لها أنا قلت لأمي وأكيد هي قالت لأبوها. وكمان بتقول لها إن عمرها ما جابت حد من أصدقائها معاها في البيت لأنهم أصلا مش بيحبوا قريتها ولا حتى منزلها. بعدين أم يو بتقول لجوزها برتومو في إيه مالك وشك مقلوب كده ليه؟ وهو مش بيرد عليها، بس كان واضح إنه قلقان وخايف من حاجة. بعدين بنشوف كنارة كانت خارجة من الحمام وفجأة الباب بيقفل لوحده، ولما بتبص على الباب بتشوف وراه ظل بيتحرك وبتعتقد إنها يو صديقتها.
وبتنده عليها، وبرتمو بيظهر فجأة وبيقول لها إن يو مش جوه. بعدين البنات بيقعدوا مع بعض قعدة فضفضة، ويو بتقول لها إن أبوها مانعها تعرف أولاد، وبما إن كينارا مجربة بتقول لها أبوكي ونعم الأب، وهو عنده حق لأنه خايف عليكي ومش عايز حد يأذيكي. وبعدين يو بتروح في النوم، وكينارا بتحاول تفتح تليفونها بس مقفول ومش بيتفتح، وبتروح تجيب الشاحن من شنطتها، بس بتستغرب وتخاف جدا لما بتلاقي الشال وتوكة الشعر في الشنطة، مع إنها شالتهم في دولابها اللي في سكن الطالبات قبل ما تسافر. ولما بتشوف الشال والتوكة بتفتكر الست العجوزة لما قالت لها إن الشال هو اللي بيختار صاحبته اللي هتلبسه. كينارا بتخاف قوي وبترجع الشال والتوكة لجوه الشنطة، ولما كانت رايحة تشحن التليفون بتلاقي مية على الأرض وكانت هتتزحلق، وبتلاحظ إن مية المطر نازلة من ثقب صغير في السقف، وبتروح المطبخ تجيب جردل عشان تحطه تحت المية اللي نازلة من السقف، وبتلاحظ إن في شباك مفتوح شوية وبتقفله، وبتتخض لما بتشوف برتومو قاعد في الضلمة. بعدين بتقوله إنها كانت رايحة تجيب جردل عشان تحطه تحت المية، بس برتومو مش بيرد عليها، فبتمشي بسرعة. وفي نفس اللحظة بنشوف برتومو كان نايم في غرفته، أما المين اللي كان قاعد بره أكيد عفريت. بعدين برتيمو بيصحى لما بيسمع صوت شيطاني بيهمس جنب ودنه وبيقول إنه الموت هيفرق بينكم. برتيمو بيبص وراه ومش بيلاقي حد. وتاني يوم الصبح يو بتاخد كينارا لمكان مخصص للرقص واسمه استوديو الرقص، وبتقدمها لسارتي مدربة الرقص. بعدين بيجي شخص اسمه ديرجي وبيكون عازف، والبنات كلهم معجبين بيه. يو بتقول لسيرتي إن كينارا كانت راقصة، وبعدين كينارا بتعتذر لهم وبتقول لهم إنها نسيت طريقة الرقص الأندونيسي. وفجأة بتلاحظ ست واقفة بعيد وبتبص عليها، ولما سيرتي لاحظت شتتت انتباهها. كينارا بتبص تاني وبتلاقي الست ذات الرداء الأحمر اختفت. وفي نفس الوقت برتيمو بيقول لزوجته إنه حاسس إن بانو رجع تاني، وزوجته بتقوله يا ترى مين ضحيته المرة دي، وبرتيمو بيقول لها إنه لسه مش مقتنع إن بانو له علاقة بوفاة مايانج. وبنعرف إن مايانج الراقصة المشهورة عندهم واللي ماتت من 10 سنين، وبيقول لها أنت عارفة بانو كويس جدا وعارفة طبيعته وإنه عمره ما يأذي حد. بعدين يو بتقول لكينارا إن عم درجي العازف ساعد القرية في حاجات كتير، بس هي زعلانة على درجي لأن أمه وأبوه ماتوا، وكمان أخته مفقودة من سنين. وفي نفس الليلة لما الكل بينام كينارا بتشوف كابوس، وبتشوف فيه نفس الست اللي شافتها في كابوسها قبل كده، والست دي كانت بتلوي راسها بطريقة مخيفة. وفي نفس اللحظة بنشوف شيطان مرعب بينط على المواسير وبعدين بيسحب في اتجاهها، وكينارا بتجري وهي مرعوبة، والشيطان لسه بيسحب في اتجاهها وهي بتستخبى ورا حيطة، بس الشيطان بيفاجئها وبيظهر وراها وبتصحى من الكابوس مفزوعة. بس الحاجة المرعبة إن الشيطان بيظهر لها في الحقيقة وبيقول لها تعالي معايا، وطبعا هي كانت مرعوبة وفضلت تصرخ وبتحاول تصحي يو، بس يو قد ايه نومها تقيل كأنها شاربة شاي بالياسمين. وفي نفس اللحظة باب الغرفة بيفتح لوحده، وكينار بتخرج لبره الغرفة وبتسمع ست بتغني وصوتها كان جميل وبيشدها، وهي بتمشي ورا الصوت وبتفحص المكان، وبنشوف وراها نفس الشيطان اللي شفناه في حلمها، وبتلف ومش بتشوف حاجة، وفجأة بتسمع صوت واحنا بنشوف حد بيمر من وراها. بعدين كينارا بتفضل ماشية ورا الصوت لغاية ما بتحس انه جاي من غرفة معينة، وبتحاول تفتحها بس الباب مغلق بإحكام. بعدين الصوت بيبطل، ولما بتلف عشان تمشي الباب بيتفتح لوحده، ولما بتلف وتبص جوه الغرفة بتشوف نفس الست اللي بتظهر لها في كوابيسها، بس في نفس اللحظة صديقتها يو بتنده عليها فالباب بيتقفل. وتاني يوم الصبح كينارا بتحكي ليو عن الست اللي بتشوفها وكمان الكيان الشيطاني، ويو بتقول لها بصي يا كينارا أنا مش عارفة إن كان اللي بتشوفيه مرتبط بالقصة اللي هحكيها لك دي ولا لأ، وبتقول لها ان ابوها وامها ما قالولهاش اي حاجة عن القصة دي، ولكن هي سمعتها من اهل القرية. وبتقول لها ان الغرفة المقفولة في منزلها تبقى غرفة بانو عمها الصغير، وكان متجوز ست اسمها ريتمو وبتكون راقصة، واهل القرية هما اللي موتوا عمها بانو، وسكان القرية بيعتقدوا ان كل 10 سنين شبح عمها بانو بيرجع ويطلب ضحية جديدة بشرط الضحية تكون راقصة. وبتقول لها ان بالفعل كان في ضحية من 10 سنين واسمها مايانج،
وميانج تبقى الأخت الصغرى لدرجي العازف. وعشان الأحداث دي أبو يو ودها تدرس بعيد عن القرية. بعدين بنشوفهم هما الاتنين بيتكلموا مع درجي العازف أخو ميانج الضحية، وبيقول لهم إن ميانج كانت بتقول إن رتمه مرتبطة ببانو وبتحاول تنتقم معاه، وعشان كده عم درجي بيعمل طقوس بطريقة سرية عشان يرضي شبح بانو ورتمه. ويو بتقوله يبقى لازم كينارا تشوف عمك عشان الحاجات اللي بتشوفها وبتحصل لها، بس كينارا بتقول لهم إنها بخير والقصة اللي حكوها ملهاش دعوة بيها. وديرجي بيحذرها وبيقول لها الست اللي بتظهر لك تبقى رتمه، ولو شفتيها تاني وطلبت منك ترقصي ما تسمعيش كلامها. وبالليل برتمه كان بيشرب شاي، وفجأة بيلاقي الشاي اتحول للون الأحمر وبيفضل يترعش، وفجأة بيظهر له شيطان مرعب وبيسأله عن الراقصة وهو لوحده بس اللي شايفه، وزوجته ما كانتش شايفاه وبتسأله ملك فيه ايه وهو مش قادر يتكلم من الخوف. وفي نفس الوقت كينارا بتسمع صوت الست اللي بتغني، وفجأة بتلاقي نفسها في غرفة غريبة وبتفضل تفحص في الغرفة وبتشوف صور عم صديقتها مع الراقصة رتمه، وبتشوف كتاب قديم جدا كان بالصور، وبتفتح الكتاب وبتلاقي جواه ورقة متطبقة، ولما بتفتح الورقة بتلاقي كلام مخيف وبتقرأه، وفجأة بتسمع صوت بيأمرها ترقص والموسيقى بتشتغل، وكينارا بتلاقي نفسها بترقص غصب عنها وكأنها ممسوسة والشيطانة بتتحكم في جسمها وبتحاول تقاومها بس مش بتقدر، فبتفضل تصرخ وتطلب المساعدة بس محدش كان سامعها. بعدين بتتحرر من المس شوية، بس بعد كده بتظهر لها رتمه وبتأمرها تواصل الرقص. بعدين اللي بره بيسمعوها وبيحاولوا يفتحوا الباب بس مش بيفتح، وبنشوف كينارا شكلها بقت ممسوسة تماما وبتفضل ترقص بشكل مخيف، وبتفوق شوية وترقص شوية، ورتمه اللي ساكنة جسدها بتفضل تتكلم عن الانتقام والتضحية. ولما الباب بيتفتح بيشوفوا كينارا بتطير ومتعلقة في الهوا وبتفضل تعمل حركات مخيفة، وبعدين بتقع وتنهار على الأرض. بعدين بنشوف يو بتسأل أبوها إيه اللي بيحصل وإزاي حصل وليه بيحصل، وأبوها بيقول لها إنه ما يعرفش، وهي بتمشي وتسيبه وبتروح لدرجي وبتسأله لو كان عمها بانو ورتمه عايزين ينتقموا من أهل القرية طب إيه ذنب صاحبتها كينارا وهي مش من نفس القرية، وهو بيقول لها إيه اللي حصل وبتحكي له. بعدين في نفس الليلة يو بتاخد كينارا عشان ترجعها لبيت الطالبات وتبعدها عن القرية، بس وهما في الطريق بيتخطفوا. وتاني يوم الصبح كينارا بتصحى وبتلاقي درجي قدامها وبيقول لها إن رجالة أبو يو هما اللي خطفوهم، وبتسأله عن يو وبيقول لها ما يعرفش، وهي بتقول له ازاي عرفت ان ابو يو هو اللي بعت رجاله يخطفونا. ودرجي بيقول لها انه من اهل القريه، وفي القريه دي في عيلتين ضد بعض او بينهم طار زي ما بيقولوا، والعيلتين دول هم عيله بريتمو ابو صديقتك وعيلتي. وبيقول لها ان الغرفه اللي موجودين فيها دلوقتي تبقى غرفه اخت ميانج، وبيطمنها وبيقول لها انه بالليل هيوصلها لموقف الاتوبيسات عشان ترجع لمدينتها. بعدين بنعرف ان عم درجي هو اللي قاله يخطف كينارا عشان يعمل عليها الطقوس. بعدين درجي بيشوف نفس الكيان الشيطاني، وبنروح ليو وبتسأل ابوها عن صديقتها كينارا وبيقول لها مش لاقيها، بس طلب من اهل القرية يدوروا عليها. بعدين يو بتفضل تصرخ وتقوله يبعد عنها عشان هي شايفة قدامها شيطان وما كانتش شايفة ابوها، وابوها بيفضل يهديها وبترجع لطبيعتها. بعدين برتيمو بيزور قبر اخوه بانو وبيقوله لو بتعمل كل ده عشان اللي حصل قبل 20 سنة سيبني أنا أنتقم، وبيطلب منه ما يأذيش بنته. وفجأة بيسمع صوت بيطلب منه يرجع للمنزل، وفي نفس الوقت عم درجي بيحضر للطقوس وبيقول للناس إنه هيبدأ الليلة دي وإنه لقى الضحية. وبنروح لكينارا واللي سمعت نفس الموسيقى المخيفة، وفجأة نفس الشال بيلف على رجليها، وفجأة بتشوف رتمه واقفة قدامها وبتقول لها لقد حان الوقت، وبتبدأ تحرك ايدها وتتحكم في جسد كينارا عشان تأدي رقصة طقسية. وكينارا بتحس ان في حاجة بتتسحب منها وبتحني ظهرها للخلف وظهرها كان هيتكسر، بس في اللحظة دي درج بيدخل الغرفة ورتمه بتختفي. بعدين بيوريها صور وبيقول لها ان قريته كانت قرية جميلة وازدهرت اكتر لما عيلة بانو وبرتيمو جت فيها، لدرجة إنهم كانوا بيقسموا حصاد الزرع مع أهل القرية. بس في يوم مجموعة من أهل القرية أصابهم مرض وبعضهم مات،
وبعد التحقيق عرفوا إن المحاصيل اللي عيلة بانو قدمتها لأهل القرية كانت مسمومة، وأهل القرية عشان ينتقموا بيربطوا بانو وبياخدوا له الحقول بتاعتهم، مع إن كان في منهم رافض تصرفاتهم بس هم كملوا وربطوا بانو في خشبة وفضلوا يضربوه بالحجارة، وفي الآخر حللوه بالنار. ومن ساعتها عيلة بريتمو وبانو ما بقتش تظهر كتير في القرية، والأحداث الغريبة بدأت تظهر، وبيقولها إن بانو شبح ورجع عشان ينتقم من أهل القرية، وإن ريتمو زوجته اختفت بعد وفاته، وبعض الناس كانت بتقول إنها خلصت على نفسها. وبنرجع ليو اللي بقت ممسوسة تماما وبتعمل حركات مخيفة، وأبوها بيمسك كوباية مية وبيقرأ عليها قرآن وبيرشها عليها، وبيأمر بانو تسيبها في حالها وتخرج منها. وبعد مجهود كبير يو بترجع لطبيعتها. بعدين بريتمو بيروح لغرفة أخوه بانو وبيفضل يعيط وبيسأله ازاي تأذي بنتي وليه. وفجأة الكتاب بيقع على الأرض وبيمسكه وبيلاقي جواه الورقة المتطبقة، ولما بيفتحها بيقرأ نفس الكلام اللي كنارة قرأته من الورق. وفجأة ريتمو بتظهر وراه. بعدين بنروح لدرج اللي بيقول لكنارة إن عمه بيستعد لطقوس استرضاء روح بانو وريتمو، وعشان كده لازم تروح معاه للمكان المخصص. بعدين بياخدها وبيروح لموقع طقوس الرقص، وبعد شوية بتلاقي الناس اللي كانوا في المكان اختفوا، وبتتصدم لما بتشوف بانو وريتمو وبتشوفهم بيأدوا رقصة طقسية مخيفة. بعدين بيجيلها رؤية بتشوف فيها أهل القرية وهم بيسحبوا بانو وكانوا رابطينه، وبتشوف ايه اللي حصل له من أهل القرية، وبانو كان عمال يترجهم ويقول لهم إنه بريء. والرؤية بتخلص بس كنارة بتشوف جسد بانو اللي انتهى. بعدين درجي بينده لها عشان يفوقها وبياخدها عند عمه، وعمه بيسألها مستعدة، وهي بتكون مستغربة وبتقوله مستعدة لإيه، وبيطلب منها تقعد في مكان معين. وفي نفس اللحظة بريتمو بيوصل وبيفضل يقول لكنارة تهرب، وكنارة بتهرب بالفعل، ورجالة عم درجي بتجري وراها. كنارة بتستخبى ورا شجرة بس بتشوف نفس الكيان الشيطاني وبتفضل تصرخ، وعشان كده رجالة عم درجي بيلاقوها وبيرجعوها لمكان الطقوس وبيربطوها، وهي بتفضل تعيط وبتطلب المساعدة بس بريتمو مربوط زيها. وبريتمو بيقول لعم درجي إنه فضل ساكت عليه السنين اللي فاتت، مع إنه عارف إن هو اللي شوه سمعة أخوه بانو، وبيقول للناس الموجودين إن بانو ما كانش شخص سيء ولكن كان إنسان كويس وحمى أهل القرية واهتم بأطفالهم، وبيقول له أنت اللي سممت أهل القرية وتستحق الموت. بعدين بيكلم الشاب درجي وبيقول له إزاي تسمح لعمك يموت ناس أبرياء بسبب الطقوس، وإزاي سمحت له يموت أختك يا منك عشان يأدي طقوسه المشؤومة. بعدين عم درجي بيطعنه وبيستمروا في أداء الطقوس، وكنارة بتسمع صوت بيقول لها ترقص، وفجأة الحبال اللي رابطينها بيها بتتحرق لوحدها وروح رتمه بتسكنها، وعم درجي بيخاف لما بيشوف اللي بيحصل. أما كونار بتفضل ترقص بطريقة بانو وزوجته رتم، وأهل القرية كانوا بيتفرجوا عليها وهم مصدومين من أدائها. وعم درجي كان عايز يخلص عليها بس درجي بينقذها في آخر لحظة وبيتخانق مع عمه، وفي نهاية الخناقة درجي بيخلص على عمه وكل اللي في المكان بيخافوا بيهربوا. بعدين بنشوف بانو ورتمو بيشكروا كنارة عشان ساعدتهم ينتقموا من اللي أذاهم، وبعد كل ده رتمو بتأمرها ترجع ترقص، بس في نفس اللحظة درجي بيوصل وبيفوقها. أما برتمو بيطلب من كنارة تخلي بالها من بنته وتعتني بيها، وبيطمنها ويقول لها إن مفيش حاجة دلوقتي تخافي منها. بعدين بنعرف إن كل اللي حصل بسبب عم درج، لأنه كان بيحب رتمو زوجة بانو، وعشان كده سمم أهل القرية واتهم بانو عشان أهل القرية يخلصوا عليه وهو يتجوز رتمو. بعدين كنارة بتقرر تمشي من القرية، بس قبل ما بتمشي بتتخلص من الشال الملعون في المية. والمفاجأة بقى إن سارتي مدربة الرقص تبقى أم رتمو زوجة بانو. بعدين كنارة ويو بيقرروا يروحوا للمدينة، وهم في العربية كنارة بتفتح شنطتها وبتتصدم لما بتلاقي الشال اللي لسه رمياه في المية. وبكده بيخلص الفيلم. لو الملخص عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم.